هو استهداف مركز للضاحية الجنوبية لبيروت. لن تكون الضاحية آمنة بعد اليوم. هذه ضربة أخرى. اول حاجه نبداو بها نتذكروا كيفاش بدا هذا الشيء كامل. نهار 17 سبتمبر تقريبا هذه 12 يوم كانت وقعت الحادثه ديال بيجرز في لبنان. بيجرز هما واحد الاجهزه ديال التواصل، نخليكم صورتهم هنايا، ملي كانوا كيخدموا بهم في التسعينات. هما ما كيستعملوش الانترنت، عندهم باتري كيطول ديال بصح وما كيترصدش، يعني صعيب التعقب ديالهم. هاد الاجهزه غياخذوهم كتيبه حزب الله كطريقه للتواصل بيناتهم باش ما تتبعهمش اسرائيل ويعرفوهم شنو كيبلانيو، خصوصا بعد ما كانوا كيترصدوا لهم بزاف من الرسائل. امام هذا القرار ديال انهم يستعملوا البيجرز كانوا محتاجين لعدد كبير منه. داكشي علاش يمشيو غيطلبوا 5000 جهاز من واحد الشركه تايوانيه سميتها جولد ابولو. هاد الشركه بدورها غتخلي التصنيع لواحد الشركه هنغاريه كاينه في اوروبا باش هي اللي تصنع البيجرز وتوصلهم للبنان عند حزب الله، حيت الشركه الهنغاريه كانت عندها السيرتيفيكا ديال التصنيع. المهم الشركه غتصيبهم غتحطهم باش يتنقلوا، وهما غاديين من هنغاريا باش يوصلوا لبنان غيتلقاو لهم غيخرجوا السلعه ديال البيجرز كاملين، يعني ديك 5000 وحده كامله غيحلوهم وغيحطوا متفجرات مع زر ارسال وغيسدوهم وغيرجعوهم. الاجهزه غيوصلوا لبنان، غيوصلوا عند حزب الله، غيفرقوهم بيناتهم وغيخليهم يديروا لعده اشهر حتى نهار 17 سبتمبر مع 3:30 ديال العشيه فين بداو كيفرقعوا فيهم بدقه. داروا واحد الحيله خبيثه. شنو هي انه قبل ما ينفجر الجهاز خلاو يدير داك الصونيت ديال وصلك ميساج بيب 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 واحد 5 ثواني باش تسنى لهم الفرصه باش يهزوا الجهاز، قربوا لوجههم ويتفرقع عليهم باش يكون الامباكت كبر. شوفوا تلاش فكروا هذا الواقعه خلات 12 قتيل وما يقارب 3000 مصاب، والاكبر من ذلك خلات واحد الخوف عارم في لبنان لاي حاجه متعلقه بالاجهزه. اسرائيل ما غيكفيش انها تفرقع البيجرز اللي هما دوك الاجهزه ديال الراديو، حيت انه نهار مورا غتعاود نفس العمليه تقريبا. ها هي هذه المره بالطالكي والكيز، امر اللي غيخلف 20 قتيل وما يقارب 450 مصاب. الهجوم الثاني والاول خلى كاع الناس في لبنان يخافوا من اي جهاز الكتروني يتفرقع عليهم في اي لحظه. تخيلوا معايا الناس ولاو كيبدلوا البوز ديالهم ديال لبنان خوفا من انها تنفجر عليهم. كيف ما قلت لكم هادشي نهار 17 18 دوز نهار 19 و 20 سبتمبر، اي هذه شي سيمانه اسرائيل غادا تشن هجومات مباشره وبدون توقف، فين هاجموا مباني عسكريه ومستودع للاسلحه. فين داك النهار بالضبط غيقتلوا ابراهيم عقيل اللي هو واحد من اكثر الاشخاص المبحوث عليهم من طرف الولايات المتحده نظرا للانفجار اللي دار في 1983 في بيروت ضد قنصليه ميريكان. عقيل كان المسؤول الاول على الهجمات اللي كتنفذ برا لبنان ديال كتيبه حزب الله على حسب دوله الاستعمار، بالاضافه لانه الزعيم الثاني في حزب الله. مورا هذا الهجوم يخرج زعيم حزب الله الاول حسن نصر الله خطابه غيقول ان العدو فد الهجوم فد جميع الحدود والخطوط الحمراء ووعد بالانتقام. غيكملوا هاد الهجومات من نهار 20 حتى 27 فين ركزوا على جنوب لبنان اللي فيه حزب الله، ماشي على جنوب بل هاجموا حتى العاصمه بيروت وكملوا كيفجروا في لي زوبجيكتيف ديال حزب الله كل فرد ديالهم. امام هاد الهجومات حكومه لبنان غتعلن على وضع الطوارئ والناس بداو كيهاجروا من جنوب البلاد للفوق خوفا من ان توقع لهم شي حاجه. تخيلوا معايا فرا داكشي اللي وقع في لبنان هاد السيمانه هذا كتعتبر اقصى هجوم واجهته البلاد في 30 عام الاخرى، فين خلفوا مئات الضحايا والاف الجرحى. نهار 24 يعلنوا على انهم قدروا يقتلوا المسؤول على الصواريخ ديال حزب الله المدعو محمد علي اسماعيل. لاحظتوا زعما ديال حزب الله ولا اي واحد عنده دور مهم كيطيحوا واحد بواحد. فيما يخص بالرد ديال حزب الله ما كانش بالشكل الكبير او المنسق، نظرا لانه ما تنساوش حيدوا لهم جميع التواصلات ديالهم وغفلوهم ودخلوا عليهم، يعني ما عندهمش وقت فين يورغانيزيو شي هجوم، حيت اكتفوا بانه صيفطوا الصاروخ اللي تصداو ليه كان غادي لتل ابيب. نهار 25 سبتمبر دوله الاحتلال بدات كتفكر انها تدخل ارضا على لبنان وتسيطر على الجنوب ديالها، ونتنياهو غيرفض اي نوع من الهدنه ولا التفاهم، فين امر الجيش ديالو بانه يبادر ويكمل في الهجوم. ودابا نوصل لواحد من اهم ايام الحرب نهار الجمعه 27 سبتمبر. نتنياهو وقف امام الامم المتحده، نخلي لكم لقطات فين ديروا عطى واحد الخطاب جريء بين فيه واحد جوج خرائط فيهم الدول اللي خاصهم يقووا معهم العلاقات ولا ديجا عندهم معهم علاقات مزيانه ويكبروا الشراكه اللي بيناتهم، وثاني فيه واحد الدول بالكحل واللي اعتبرهم انهم هما سبب هاد العراكات. هاد الدول نيت هما اللي نايض معهم الصداع حاليا. في الخطاب ديالو غيقول انه يقدر يوصل اي نقطه من ايران، ماشي على ايران، اي نقطه في الشرق الاوسط فاحتاطوا منه. تخيلوا معايا مع السهله الخطاب ديالو غيبومبارديو لبنان عاوتاني مع سهله، يعني في خطه مدروسه. داكشي جا في تايمينغ واحد. البومباردمون اللي الغد اللي غيتاكد انه تسبب في مقتل الزعيم الاول لحزب الله حسن نصر الله، ولا كان كيواعد بانتقام بعد واحد الهجوم جوي كثيف في المكان اللي مخبي فيه. خصكم تعرفوا فين كان مخبي، يستحيل تعرفها. امر اللي بزاف خلاهم يأولوا ويقولوا انه اما تم تهكير نظام ديال حزب الله ولا كاين شي داخل ولا شي واحد معاهم كيعطي المعلومات لبرا. تخيلوا معايا راه مقتل نصر الله ما قدروش يتيقوا حتى الاتباع ديالو، اكثر من 30 عام هو في الحكم. الطريق لا يزال طويلا في الحرب ضد حزب الله، هذا ما قاله الجيش الإسرائيلي اليوم بعد تأكيد
الأمين العام للحزب في الضربة الإسرائيلية يوم أمس. في إيران الداعم ديالو الأول والأكبر غتخرج وغتقول أن الموت ديالو سينتقم. حاليا كيقولوا أن نصر الله حزب الله غتبقى، يعني ماشي غتريب، وغينوب عليه هاشم سفي الدين. الموت ديال نصر الله نقطة لا رجوع فيها في هذه الحرب. زيد على أنه صباح اليوم تم قتل نبيل قاووك مور واحد الغارة على بيروت اللي كتعتبر هو واحد من أهم عناصر حزب الله. كيف ما قلت لكم قبل، الزعماء ولا أهم العناصر ديال حزب الله كيطيح واحد تلو الآخر بطريقة مدروسة مباشرة. كلشي حاليا جالس مترقب شنو غدير إيران، واش غدير شي رد، خصوصا من بعد ان زعماء حزب الله ولو كيموتوا واحد تلو الاخر بحال عارفين فين كاينين. ماشي هادشي فقط، بل اليوم ترونت ديال بصح اسرائيل هاجمت اليمن بغارات جويه. اليمن اللي استهدفت فيها الحوثيين في الحديده وراس عيسى، اللي كتعتبر جوج من اهم الموانئ ديال البلاد، واللي قالوا انهم كيستعملوهم باش يدخلوا السلاح من ايران. هذا الهجوم قطع الضوء على ديك المنطقه كامله وخلف 4 ضحايا. وسط هادشي ولا قبل هادشي بشويه، العراق كان صيفط الدرونات على اسرائيل ولا الجنوب ديالها اللي امباكتو فيها. دول مسؤول ديال دوله الاستعمار وقال انهم لاحظوا الهجوم كيحللوا الامر وانهم غيقوموا باللازم. شنو هي؟ واش غيدخلوا على العراق حتى هي؟ واش غيتغاضوا على الامر؟ دابا نشوف. واش لاحظتوا كي دايره الحاله تم لبنان، اليمن، العراق، ايران؟ الوضع الداخلي تما الروينه. في انتظار شنو غدير ايران. زعما راه تقدر توقع اي حاجه. قولوا لي واش تبغيو نبقاو متبعين هذه القضيه هذه، واش هذا الفيديو فاتكم ديال بصح باش تعرفوا كي دايره الحاله تم. الا وصلتي حتى لهاد المرحله من الفيديو بغيتك تكومونتي ليا بيس PEACE باش نعرفك تفرجتي حتى الاخر، وعلاش لا خيرك القلب ونجاوبك على الكومونتير ديالك. هكا الاخوان كنكونوا وصلنا لاخر الفيديو ديالنا.